طيب يا حلوين، شباب السوشيال ميديا مسوين رجة على سيارة كهربائية جديدة يقولوا مكسرة عالم السيارات الكهربائية اللي هي شاومي سو 7. منها ثلاث اصدارات، منها اصدار 300 حصان، ومنها اصدار 670 حصان اللي هو الماكس، ومنها اصدار اللي هو الالترا 1570 حصان تقريبا. وشباب السوشيال ميديا ما بقوا ولا خلوا يقولوا اسعارها رخيصة جدا، اسعارها تقريبا ب 42 الف دولار للسيارة اللي هي 670 حصان اللي هي شاومي سو 7 ماكس. طيب يا شباب، قاعدين يقارنوها بسيارات كثير، قاعدين يقارنوها بتسلا، قاعدين يقارنوها بلوسيد، قاعدين يقارنوها بكل السيارات الثانيه. خليني اعطيكم خلفيه عن السيارات الثانيه عشان انت بنفسك تقارن. اول حاجه الكهرباء اللي موجوده في شاومي سو 7 800 فولت. الكهرباء اللي موجوده في مثلا لوسيد 920 فولت. فعشان كده يا شباب لما تيجي تقارن حاول انك تقارن بالتفاصيل الدقيقه الداخليه. ثاني حاجه المحركات اللي موجوده في لوسيد اير يا شباب، القدرة الحصانية 500 كيلو واط، يعني كل محرك يعطيك 670 حصان، بس هم منزلينها بالبرمجة علشان ايه؟ علشان ما تستهلك بطاريات وعلشان عمر المحرك يزداد معاك. بمعنى يا شباب ان مثلا لما تاخذ مثلا لوسيد اير بيور يقولوا مثلا 400 وحاجة حصان، تقريبا 470 حصان، لكن هي ما هي 470 حصان، هي اساسا 670 حصان بس منزلين لكم الباور بالبرمجة. هذه نقطة. النقطة الثانية عندكم مثلا عندكم التورينج وعندكم الجراند تورينج، واحدة 620 حصان والثانية 830 حصان. دفع رباعي، كل محرك يعطيك يا شباب، كل محرك يعطيكم يا شباب 500 كيلو واط 670 حصان. علشان كذا موجودة نسخة الدريم، تمام، وعندكم نسخة ثانية اللي هي الجراند تورينج بيرفورمانس 1030 حصان أو 1050 حصان، والثانية 1111 حصان. بمعنى إنه المحركات الكهربائية هذه يا شباب زي محركات البنزين، لما تضغط عليها تمام تقدر تطلع منها باور زيادة. نرجع لخلاصة الكلام. خلاصة الكلام انه محركات لوسيد يا شباب انه كل محرك من المصنع طالع يعطيك 670 حصان، بس هم يتحكموا بقوته بالبرمجة، قديش حياخذ من البطاريات وقديش يعمل بوشنج للباور علشان يعطيك باور على الكفرات. بمعنى يا شباب لما تيجي تقارن مثلا تقول مثلا لوسيد سافاير 1234 حصان، تمام، فيها ثلاثة محركات كهربائية. لما تيجي تقارنها بالشاومي انت لو فكيت الباور كله على اللوسيد السافاير حتطلع 2050 حصان. ليش؟ لانك كل محرك يعطيك 670 حصان. فلازم يا شباب لما نيجي نحن نقارن بين السيارات تمام ندخل في التفاصيل الدقيقة، كم فولت، كم حجم البطارية. طيب يا شباب، من هي شركة شاومي؟ شركة شاومي عبارة عن شركة تقنية في الصين استثمرت 1.5 بليون دولار في مصنع سيارات ينتج 200 ألف سيارة في السنة. فيا شباب هل تعتبر خطر على شركات السيارات الكهربائية في العالم؟ ربما، لانه هم ما حيركزوا اكثر شيء على الالترا، حيركزوا اكثر حاجه على السيارات اللي تنباع رخيصه ب 30 الف دولار اللي هي اقل نوع 300 حصان. لكن اللي يشتري السياره ابو 30 الف دولار اللي هي 300 حصان عنده فكره في باله. ايش الفكره اللي في باله؟ يقول لك لا نحن عندنا سياره 1570 حصان، عندنا سياره مره قويه وجابت في حلبة المانيا 6 دقائق و40 ثانيه. فيا شباب هي الفكره فان هي مساله تسويق. فلما يكون عندهم سياره قويه حيقدروا يبيعوا السيارات الرخيصه لعامه الناس وحيقدروا يعملوا اكسباندينج للمصنع تبعهم. هل تعتبر خطر على السيارات الكهربائيه الثانيه؟ اي نعم، لانهم اسعارهم رخيصه جدا.